اهلا ومرحبا بكم في الفلوق رقم 3. لحظة بس خليني بس اشوف حالكم ترانزيشن. ايوه بسرعة. اهلا بكم في الفلوق رقم 2 في القناة. ثاني فلوق. كنا بنجيب العيد ونقرأ مستارة. لحظة. زي ما قلت لكم هذا الفلوق رقم 2. كان الفلوق الاول عبارة عن جيم وما جيم. اخوانا هذا ايش هذه تعبتني يا اخي. يثبتوها. تمام. مالك هذا شكل ايش هذا الوجه ايش هذا الصورة. هذا شكل يوتيوبر دحين. طبعا الان الفلوق هذا كله عبارة بيكون عن عشوائيات. روحت من المعهد فلوق حمد anything any name. طبعا للمعلومية هذا الشخص اللي قدامكم نوعا ما مثقف. ليش مثقف؟ البوك قصدك منه هذا واحد فقط. شوف بالله كم معي بوكات. 1 العادة الدرية الجيمس كلير. طيب فاتتني صلاة لإسلام صبحي. الكتاب الثالث ها شوف حجمه زي راسي. الأب الغني والأب الفقير. الأب الغني والأب الفقير هذا إيش هذا؟ الأب الغني والأب الفقير هذا يناسب البعض وما يناسب البعض. عن نفسي أنا يناسبني. ليش؟ لأني صانع محتوى. صانع المحتوى. خليني أشرح لكم فكرة الكتاب. فكرة الكتاب خليني بس أخرجه ثواني بس. هذا الكتاب إيش فكرته؟ اللي هو الأب الغني والأب الفقير لروبرتو كيوساكي. فكرته إنك تجيب مال من العدم. كيف مدري؟ يعني لا تشتغلش. لا الشغل عنده من المحظورات. تشتري طريقة ثراء. هذه فكرتها يعني هذه الفكرة فكرة الكتاب. يعني مش تقولوا مدري إيش. تيجي تكون ثري خلي المال يجي لعندك. كيف المال يجي لعندك بدون رأس مال؟ هذا شيء صعب. صناعة المحتوى نوعا ما. تعتقد إني قريتها كامل؟ شوف وين وقفت. قريت تقريبا خليني بس أثبتها هنا. 8 أيوه شوف كم قريت. إلى 65 صفحة. شوف النص كم فيه كثير يعني نص محترم. دش شوف يقول لك أغنى رجال الأعمال في عام 1923. المهم معنا. شوف هذه قارئ الكتب كم كالشخص الطبيعي اللي هو بكامل قواه العقلية ومصحصح كم ياخذ؟ فقط واحدة. أنا آخذ مجموعة. أشتري الكتاب ب2000 أخذ جنبه 5 حبات 7 حبات من هولي وأجمع. طبعا هذا كتاب ومعايا كتاب. هذا كتاب أسطوري والله. كتاب خفيف لطيف كتيب وأنصحكم فيه. هذا كتاب سامعنا المحضر لا أنصحكم بهذا. المثقف أنصحكم بهذا كتاب اقفز جمب لستيف هارفي. فاميلي فيود باندريتا شونج سمونج المحتوى يقلدوه طلعوا. طبعا فكرة هذا الكتاب من اسمه اقفز. ثواني بس. يقول لك غامر بالعامية عندنا غامر. ايش ما كان خسارة اقفز. والشيء الأهم الفكرة اللي هو الكتاب ينص عليها. الشيء الأهم إنك لا تستمر على وظيفة محددة أكثر من 2 سنين. تغير اقفز من وظيفة لوظيفة. غير مجال. غير لا تبش على هذا الحال. مثلا تشتغل أنت حين في ريسبشنة مطعم. لا المرة الثانية في ريسبشنة هوتيل. تكتسب خبرات قفزات حبيبي. أنا بنرجعها أنت والكتب ذا الساعة. طبعا أنا أحس أو أعتقد هذه طبعا هدية من صديق. كل فيها كلام النبي صلى الله عليه وسلم وتأملات قرآنية ومفكرات صحابة وهنا مكتوب أحبك في الله. أخي المعرفة. طبعا حاليا أنا إيش أقرأ هذا الكتاب معجزة الصباح. إيش ممكن ساعة الصباح هذه كيف تغير حياتك. والله في ناس كثير مع وكاتب هذا الكتاب طبعا مش مسلم كافر. ويسمي معجزة ويسمي ساعة الصباح اللي هي الساعة ما قبل الفجر 4-5 غير مسلم بالساعة السحرية. العلماء الغير مسلمين سموه بهذا الاسم. فاحنا قد احنا على فترة الإسلام نبكر دائما الفجر تقوم تصلي مش ترجع تنام تقوم تشتغل. فعلك ساعة لأنه عقلك يكون ذيك الساعة احفظ القرآن قم ذاكر دروسك أي حاجة. هذا كل وقت مناسب. بس احنا ايش نفعل؟ نقوم نصلي وعد بعضهم يصليها الساعة 7. استغفر الله العظيم. يرجع ينام. طيب نومه وانا عاد اصحى. الساعة الآن حاليا 3 دقائق واصبح 12. هو كم؟
هاي تصحيني من النوم او اسمعكم صوت الخطوات. نوعا ما الغرفة يحتاج لها شوية ترتيب، برتبها كيف؟ شوف كيف تحتاج لها ترتيب صح. هنا في الادوات، يعني ستاند، هنا حقي هذا احس انه هذا الحسن. ايش هذه الفضايح؟ ايش هذه الفضايح؟ ايش نعيم. هنا المكان بيكون مكان تمام، هنا الستاند كل شيء طيب. بنبدا اول شيء نرتب. ايش يحتاج؟ الطاولة. الطاولة إذا ما ينادي منادي الفلاح تراه لذاك يحث خطاه. نوعا ما يعتبر خلصت. كيف شكلها بالله الطاولة؟ نوعا ما يعتبر خلصت 50% من تنظيف الغرفة. فيبقى بس اكنس، ازيل الاوساخ ارتب هذه المكابت. الله خراجك. يعني ضروري في كل مقطع ما يخرج من المتاعب ابدا، مستحيل. ان شاء الله تمام. كلين ذا روم. تراه لذاك يحث خطاه جمال. خلاص الان يعتبر خلصت 95%. فيبقى فقط 5% اوريكم انجازاتي. هاي بس هذه خطها هنا. طيب كيف بالله رجع الغرفة، كيف بالله رجعت الغرفة. شوف كيف كانت الطاولة قبل، كيف رجعت الآن. استثمرت بالسجادة خليتها ايش؟ طاولة، حط طاولة. والفن والحركات كيف بالله. هنا شنطتي في مكانتنا. هنا بقى بس الكتب بس شوية ارتب الكتب، العلم والستاند. طيب هذه الأدوات حقي، ستاندي المفضل هذا. و أوريكم إنجازاتي. إيش هذا؟ شوف إنجازاتي. ميداليات ذهبية. هذه سعرها رخيص ولكن قيمتها عالية. أخذتها بعرق جبيني، تحفيظ. دعست كل الفرق حق التحفيظ، دعسناهم أنا والأستاذ حقي. هذه المركز الأول طبعا على الدوري. وبس. خلاص يعتبر خلاص الفرق. وقت صار هلا بنروح بصلي. اشوفكم على خير في مقاطع ثانية. عارف انه فرق مخربط مش مرتب، بس اشترك. عاد في ناس تطلبكم اشترك، هذا عيب. بس يا اخوان انتم عارفين في معايا هدف 2026 اوصل 2000 مشترك. بنزل مقاطع ايا كانت، المهم اشتراكك يا اخوان. فزعتكم فزعوا.